بتوحشني بطريقه لدرجه ان انا مش عارفه اتكلم بامانه ربنا بجد. وحشتوني، وحشني الكلام معاكم. وحشني ان انا اعمل ورش واتكلم معاكم. فالنهارده انا نزلت الجامع في الجروب، وكلكم علقتولي وفرحانه بتعليقاتكم قوي، وبشكر كل اللي سأل عليا واللي ما سألش عليا كمان بشكره. بس في ناس معينه كده عايزه اشكرها بالاسم. فانا النهارده قلت ان انا وانا جايبه لكم المسجد عشان اوريه لكم واقول لكم الطلبات بتاعته ايه عشان تجهزوها عشان نبتدي الورشه بتاعته ان شاء الله. قلت برضو ايه لازم الناس اللي سألت عليا كتير واللي طمنوا عليا كتير، ان كان على الواتس ولا ان كان على الفيديو اللي انا نزلته اخر فيديو، عشان خاطر كنت بقول لكم ان انا طلعت من العمليات وان انا كويسه. فانا هذكرهم النهارده اسم لان هم يستاهلوا ان انا بجد اشكرهم على الملأ. بس اللي مش هذكر اسمه ما يزعلش مني، لاني في منكم طمنتوا عليا من فيديوهات تانية غير الفيديو بتاعي اللي انا نزلته اخر مرة. ف يعني انا النهارده هذكر الاسامي دي، واللي ما ذكرتش اسمه يا رب يخليكم تفكروني في الكومنتات بتاعه الفيديو دوت، عشان انا حابه ان انا اشكر كل واحد باسمه. وما عرفتش طبعا ان انا اخش كل الفيديوهات اللي فاتت اللي انتوا علقتولي عليها وطمنتوا عليا فيها، فانا اسفه. فانا النهارده حابه اذكر الاسامي ديت. اول حاجه ريما حبيبه قلبي، بشكرك يا ريما جامد على كل الكومنتات بتاعتك واطمئنانك عليا. استاذ جاسر بشكرك جدا على اطمئنانك عليا. في قناه منوعات لولي، استاذه الكروشيه الجميله حبيبه قلبي، ميرسي ليكي جامد، ميرسي ليكي جدا ولذوقك ولقلبك الجميل. ميرسي لميرفت حمايه الجميله اللي على طول كانت بتطمن عليا. ومادونا عادل ميرسي يا قلبي. روبي عماره متشكره ليكي قوي يا روبي. وسراج الدين، وسمسم امام. سراج الدين ديت متابعه معايا من بدري قوي على فكره، كلامها جميل قوي وعلى طول كانت بتسال عليا. في ميسة كامل، ميرسي ليكي يا ميسة جامد وعلى كلامك الجميل. آية الجميلة، آية ام قلب الجميل وطيب، اللي بشكرك يا آية على جمال قلبك وكلامك الحلو قوي. ريموندا روماني كانت بتسأل عليا كتير قوي قوي، ميرسي ليكي يا ريموندا. شيماء سليم بشكرك يا شيماء. وشيلة أميني دي مش مصرية. وفي كان فيس اسمه ورود شوك برضو بشكرك على سؤالك. وفي مالك بودي، وفي ماري عماد ميرسي يا ماري. وفي ام محمد العزازي. ايمي ايمان ميرسي يا ايمي جامد ليكي حبيبه قلبي، متابعه جميله قوي. وفي هاله بكر. وفي شمس ادم. واميره كمال. وضحى جابر. ويوسف ياسر. وفي سامية حافظ. وفي مجيدة مش عارفة الاسم بتاع باباها بصراحة، ما عرفتش، مش عارفة اعتمني ولا مش عارفة، هي اسمها مجيدة، متشكرة ليكي قوي يا مجيدة. وفي مريم. وفي يوسف محمد، ميرسي ليكي او ليك جدا. وفي روجينا، ميرسي يا روجينا على كل تعليقاتك الجميلة. في ساري محمد او سارة. وفي ميرفت امين، ميرسي ليكي يا ميرفت. في عفاف ناصر. وفي حد الاسم بتاعه كان مكتوب 123. ميرسي ليكوا جدا 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 جدا، بشكركم من قلبي بجد، متشكرة على سؤالكم ليا. في ناس كانت على الفيس بس كانت بتجيلي بارقام معرفش اسمائها، انا اسفة جدا. متشكرة على سؤالكم بجد، و عرفت معزتي عندكم وبحبكم جدا. ان شاء الله انا جايه لكم في اول ورشه ليا مع المسجد دوت.
كنت وعدت ريما حبيبتي ان انا هاجي صوت وصورة، بس معلش يا ريما اوعدك ان انا في فيديو، بس يا اختي زي ما انا مأمورة كده لازم تشوفوني أمورة ان شاء الله بقى، اكون فقت شوية كده واكون يعني رجعت لنفسي شوية كده، وبأمانة هيكون في فيديو صوت وصورة معاكم. لكن المرة دي معلش يا ريما، بس انا عند وعدي في فيديو هيكون صوت وصورة معاكم. شفتوا بتقول لكم ايه؟ وحشتوني، عايزه اقولها لكم كتير قوي. المسجد دوت انا واخداه من قناه صيني، فعجبني جدا فكرته وعجبني شكله. هو في الاصل شكله حلو قوي 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 زي كالعاده زي ما بقول لكم. عجبني، فانا قلت انفذه واجي اعمله معاكم ورشه ان شاء الله. هو سهل جدا، وللمبتدئين انا هشتغله بطريقه للمبتدئين يعملوه معانا كمان. هو اخد 1.5 كيلو خرز ابيض، واخد من اللون التاني اللي هو الموف ده اخد نص كيلو. فانت حسب ما انت عايزه تعملي اللون هتختاري، يعني هتعملي اللون اللي انت عايزاه. انا الابيض ده عايزه تغيريه، المهم هتجيبي منه 1.5 كيلو، والموف دوت عايزه تغيريه هتجيبي منه نص، حسب اللون اللي انت عايزاه. وهنحتاج انا هنا هي مش عامله دوت بخرز مقاس 10، ومش عاملاه مدور اللي هو التحديد بتاع الشبابيك وبتاعت باب المسجد، هي عاملاه من نفس مقاس الخرز. انا حبيت اغير، عملته بالمدور وبمقاس 10. الخرز ده على فكره مقاس 12 مكعب، وانا عملت المأذنه انا مش عارفه دي اسمها ايه، اللي هي المبنى ديت، المباني بتاعت المأذنه دي ودي انا عملتهم بخرز مدور. حبيت ان انا اغير يعني واعملهم بخرز مدور. كل مأذنه منهم اخدت 10 خرزات، 10 و10، يعني هنحتاج لكل مأذنه منهم 20 خرزايه بمقاس 12 بس مدور. حابه تعملي كده اوكي، حابه تعملي بنفس الخرز برضو اوكي، حسب ما انت عاوزه. يبقى 20 وهناك 20 وهنا 20 وهنا 20، يبقى 80 تقريبا. 80. وزي ما قلت لك خرز مقاس 12 وكيلو ونص ابيض ونص موف. وان شاء الله فكرته سهله قوي قوي، وزي ما قلت لكم المبتدئين هيعملوه معانا، يعني المبتدئين كمان يجهزوا حاجاتهم، لان انا هشرحه بطريقه مبسطه خالص وهنفذه بطريقه بسيطه خالص. ف ان شاء الله انتظروني في الورشه. وزي ما قلت لكم ارجوكم محدش يزعل مني من اللي ما ذكرتش اسمهم، انا اسفه بجد، ما عرفتش اتواصل ان انا اروح الفيديوهات التانية واجيب الكومنتات بتاعتكم، بجد اسفه. فبجد اي حد بجد هيكلمني في الكومنتات تحت ويقول لي او يعاتبني ان انا ما ذكرتش اسمه هذكر اسمه بجد الفيديو الجاي وانا بشتغل. وكده انا خلاص قلت. والخيط بتاعه مقاس، انا استعملت فيه خيط مقاس 70. في حاجه تاني ناسياها؟ لا، كده احنا قلنا الخيط والخرز وقلنا المقاس. كده مش ناقص حاجه تاني. عايزه اوريهولكم هو معمول له اضاءه. ثواني. عشان الفلاش مش هينفع يبان، في مدي ضوء حلو قوي 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 قوي.